تعالوا نعمل مع بعض أحلى طاسة كلاوي ممكن تجربوها. يلا نصلي على رسولنا الكريم وندخل على الفيديو بتاعنا. معايا أول حاجة طاسة حطيتها على النار تسخن، حطيت فيها شوية من الزيت حوالي 3 معالق كبار كده، وبعدين هسيبهم على النار متوسطة، مش عايزة الزيت ده يكون سخن قوي. معايا هنا الدهن اللي بيكون جوه فص الكلاوي، أخدته كده قطعته حتت صغيرة وهنزل بيه في الزيت ده، وهوزعه كده وهسيبه على نار متوسطة ينزل الدهون بتاعته ويتشوح كويس قوي، بيدينا طعم حلو جدا بقى بالشكل ده. هعلي بقى النار بتاعتي، معايا معلقة كبيرة مليانة من هريسة الشطة، بس دي هريسة حلوة يعني باردة مش حراقة. هاخد نصها هنزلها في طاسة وهركن نصها، ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم هاخد نصه برضو وهسيب نصه، هقول لكم هنعمل بيه ايه بعدين. هشوح الكلام ده كله مع بعض على نار عالية بالشكل ده. عايزه اقول لكم الريحه هنا خطيره مع الدهنه دي. هنزل بقى بالكلاوي بتاعتي متقطعه، قطعيها بالطريقه اللي تريحك. دي كلاوي بلدي انا مش بغسلها، ولكن لو مستورده تقدري تحطيها في مصفى وتديها غسله خفيفه جدا تحت الحنفيه بدون اي اضافات. هوزع الكلاوي بتاعتي كده وهسيبها، مش هقلب فيها كتير، هتنزل شوية من المية زي ما انتوا شايفين. هقلبها بس تقليبة وهسيبها على نار عالية زي ما هي لحد ما تشرب المية بتاعتها اللي نزلت منها دي بالشكل ده. سبتها على النار كده، ما جيتش جنبها ولا قلبتها ولا اي حاجه. هنا بقى اتشربت الميه بتاعتها، وكل اللي باقي دي ده حواليها يعني ده الدهون اللي موجوده في الطاسه من الاول. هنزل بباقي الهريسه والثوم اللي انا كنت سايباهم على جنب، اللي اخدنا نصهم على الكلاوي بعد ما استوت كده، هشوحها معاهم. وبعدين معايا هنا بصلايه صغيره كده متقطعه شرايح، هنزل بيها على الكلاوي وهشوحها بس تشويحه سريعه، مش هسيبها كتير على النار. بعد كده معايا شويه من الفلفل الالوان، تقدري تستخدمي نوع واحد او تقدري تستغني عنه خالص، هشوحه. بعدين معايا قرن فلفل حامي بقى مقطعه شرايح، لان الهريسه كانت فلفل بارد، فانا ضفت فلفل حامي وده اختياري. هحط بقى ملح، وبعدين هحط كزبره ناشفه وكمون، وكمان هضيف فلفل اسمر، وهضيف كمان شوية من جوز الطيب، يعني رشة بسيطة خالص كده، وشوية من البابريكا. دي بس البهارات اللي انا بستخدمها في الكلاوي. هشوحهم هنا تشويحه سريعه. ليه انا ضفت البهارات في الاخر؟ عشان البهارات بتغمق الكبده او الكلاوي، يعني الكبده او الكلاوي ما بتيجي تعمليهم يستحسن ان انت تضيفي البهارات في الاخر، ما تضيفوهاش في الاول عشان الحاجه بتاعتك ما تغمقش على النار. انا ضفت البهارات وشوحت التشويحه وكانت خلصت. بعدين في الاخر خالص قبل ما اطفي عليها حطيت معلقه سمنه بلدي كده نعلي الكوليسترول شويه بقى، وكمان نص عصره ليمونه بس، وهطفي بقى على طول، مش محتاجه اكتر من كده. وبكده تكون جهزت معانا احلى طاسه كلاوي، تقدري تاكليها كده وتقدري تعمليها سندوتشات اللي يريحك. الف هنا عليكم، وكنت معاكم نور من مطبخ نور ابو علي، وباي باي.